في هذا المقطع بنسلط الضوء على أهم 6 مسلسلات يمنية منتظر عرضها هذا العام على الشاشات اليمنية، بالإضافة للقناة اللي رح تبث كل عمل. لكن قبل أن نبدأ نتمنى منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس لكي تتابع كل جديدنا. أولا نبدأ مع المسلسل الدرامي الكوميدي الجديد للمخرج المبدع ياسر الظاهري، الذي قدم لنا العام الماضي مسلسل درة وحقق نجاحا مميزا. المسلسل من إنتاج قناة المهرية، وسيعرض حصريا على شاشتها خلال موسم رمضان 2026. حتى الآن لم يتم الكشف عن اسم المسلسل رسميا، لكن المؤكد أنه سيضم نخبة من نجوم الدراما والكوميديا اليمنية، ومن أبرز الأسماء المشاركة الفنان عبد الله يحيى إبراهيم، الفنان حسن الجماعي، الفنانة منال المليكي، ومن المتوقع أيضا انضمام الفنان عامر البوصي، بالإضافة إلى الفنان محمد قحطان. المسلسل سيبدأ تصويره خلال الأيام القادمة، وانتظرونا في الحلقات القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا العمل وبقية المسلسلات الرمضانية لعام 2026. ثانياً، ننتقل إلى واحد من أكثر الأعمال المنتظرة لدى الجمهور، وهو مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث. الجزء الجديد يأتي بأحداث مختلفة كليا عن الجزء الثاني، مع قصة جديدة ومشوقة ينتظرها عشاق العمل منذ فترة. أتمنى يا قلب أخوك توصل بالسلامة يا قلبي، ترجع تعود لنا هنا في الرياض، مش زي اليوم كذا الناس كلهم زعلانين من صلاح، كلهم معزومين على صلاح. ترجع يا قلب أخوك يا حبيبي يا قلبي يا روحي يعني. الله يحفظك وانت كذلك. صلاح بيرجع لنا إن شاء الله. إن شاء الله. خلص دروب المرجلة وراجع إن شاء الله بإذن الله. المسلسل من إخراج المخرج وليد العلفي، الذي أخرج الجزئين السابقين، ومن إنتاج قناة السعيدة، وسيعرض كذلك على شاشة السعيدة خلال موسم رمضان 2026. أما عن طاقم التمثيل فيضم معظم نجوم الجزء الثاني، ومن أبرزهم الفنان صلاح الوافي، الفنان زيدون العبيدي، الفنانة أشواق علي. كما سيشهد العمل ظهور عدد من الوجوه الجديدة التي سنكشف لكم عنها في الفيديوهات القادمة بإذن الله. علما وقد أكد فريق العمل غياب الفنانة هدي المانع عن هذا الموسم بسبب انشغالها بأعمال فنية أخرى. الجزء الثالث معهم، بس أنا ما هلنيش فيه، وأسمع حد يقول هدي المانع تم استبعادها من دروب المرجلة. أنا رفضت بنفسي، ولو مش مصدقين برفض لكم الرسائل السعيدة والمخرجين ومساعد المخرج ومهاوش وهم يكلموني وهم أقول لهم لا أعتذر معلش، رفضت أنا عشان معاي عمل آخر. تجري حاليا عمليات تصوير المسلسل في محافظة تعز منطقة دبع، استعدادا لانطلاق الجزء الثالث المنتظر. الكل يتساءل هل في جزء ثالث من مسلسل دروب المرجلة؟ والله ايوه نعم، احنا اخبرونا وخلاص ان شاء الله قريبا يبدأ في جزء ثالث ويكون اجمل واروع ان شاء الله، وعلى قناه السعيده، قناه كل المشاهدين. الاعمال القادمه ان شاء الله في رمضان، ما ابغى تفاجات، خذ اشتري برمضان كله برمضان زي كل سنه. معنا عمليه السنه هذه ان شاء الله ما شاء الله. دروب المرجلة الجزء الثاني. ثالثا، نصل الآن إلى العمل الذي سيحل بديلا لمسلسل أواب في فئة الأكشن والتشويق. بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل أواب بفضل مشاهده الحماسية وطابعه المليء بالإثارة، بدأت الشركة المنتجة مؤسسة الإمام الهادي بالتحضيرات والاجتماعات مع النجوم لإطلاق مسلسل جديد وقوي جدا سيشكل منافسا بارزا في مسلسلات الأكشن ودراما خلال رمضان 2026. المسلسل سيتم تصويره في العاصمة صنعاء، ويضم نخبة من أبرز نجوم الدراما، منهم سلطان الجعدبي، طارق السفياني، عبد الناصر العراسي، عبد الرحمن الجوبي، إلى جانب مجموعة أخرى من الممثلين الذين سيتم الكشف عنهم لاحقا. العمل من إخراج المخرج المتألق عبد الرحمن دلاق، وسيعرض على قناة المسيرة، إضافة إلى عرضه أولا على يوتيوب كقناة عرض رئيسية. ترقبوا المزيد من التفاصيل في فيديو خاص قادم بإذن الله.
نحن قادمون على مجال تمنى لنا الخير بالضربة. رابعا، نأتي إلى المسلسل الكوميدي الاجتماعي لصوص العمارة، الذي يعود هذا العام بعد أن كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، ليطل رسميا على المشاهدين في رمضان القادم. العمل يعد أولى التجارب الإخراجية للفنان زين العابدين أبلان، وسيعرض على شاشة قناة يمن شباب الفضائية. ايوه رياكشن قوي. يلا 3 2 يلا من عند اماني، يلا من عند الدخله حقك. 4 3 2 يلا اكشن. 4 3 2 اكشن. ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الدراما والكوميديا اليمنية، من بينهم صلاح الوافي، آدم سيف شخصية دحباش، سالي حمادة، ناصر العنبري، أمان الضماري، وسمير قحطان، وحسن الجماعي، وغيرهم الكثير من الفنانين المحبوبين. ويأتي العمل بطابع سيت كوم كوميدي اجتماعي خفيف وممتع، مناسب تماما لأجواء الشهر الفضيل. خامساً، عمل خليجي يجمع نخبة من النجوم اليمنيين في تجربة تعد خطوة مهمة نحو انتشار أوسع للدراما اليمنية على المستوى العربي، في إنجاز يضاف إلى مسيرة التطور الفني الذي تشهده الدراما اليمنية خلال السنوات الأخيرة. يستعد عدد من الممثلين اليمنيين للمشاركة في مسلسل خليجي عماني جديد ينتظر أن يقدم تجربة عربية مشتركة تفتح آفاقا جديدة أمام المواهب اليمنية. ويشارك في هذا العمل كل من حسن الجماعي، صالح العولقي، صالح الصالح، عبير عبد الكريم، هدي المانع، مسار محمد، هبة الله خالد. كما يشارك في العمل مساعد المخرج عمار الظاهري، بينما تعذر انضمام الفنانة أمان الضماري بسبب ارتباطها بمشاريع تصوير أخرى. ومن المتوقع أن يعرض المسلسل على إحدى القنوات الخليجية في تجربة قد تمهد لحضور يمني أكبر في الأعمال العربية المشتركة. سادساً، مسلسل عيال صالح. يطل عليكم هذا العام المسلسل الكوميدي المنتظر عيال صالح بطابع سيت كوم خفيف وممتع، تم تصويره بالكامل في جمهورية مصر العربية ضمن رؤية إنتاجية جديدة للدراما اليمنية. يجمع العمل نخبة من نجوم الكوميديا يظهرون لأول مرة معا في عمل واحد، أبرزهم حسن الجماعي، خالد السياغي، مروان الزرقاء، صالح الأسمر، وهبة الله خالد، إضافة إلى وجوه سابة تضيف روحا مرحة وحيوية للمسلسل. العمل من إخراج حمدي منصور، الذي قدم رؤية سريعة الإيقاع مليئة بالمواقف اليومية الطريفة المناسبة لأجواء شهر رمضان. سيعرض مسلسل عيال صالح على شاشة قناة سبأ الفضائية في رمضان 2026، وسط توقعات بتقديم تجربة كوميدية مختلفة بروح شبابية ولمسة إنتاجية جديدة. سابعاً، انتظرونا في الفيديو القادم لمعرفة كافة البرامج اليمنية، وشاركونا آراءكم بالتعليقات لأي مسلسل سوف تشاهدونه هذا العام. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.